ربط الدعوة بالتنمية. مصطلح الدعوة التنموية أنا أتمنى التنمية بمفهوم الشامل. نعم الدعوة التنمية المستدامة بالضبط. نعم. لا يكون الأمر يتعلق بالمسجد، ولكن يبدأ من المسجد وينطلق إلى جميع مناحي الحياة. الناس خارج المسجد تحتاج دور الداعية المسلم أكثر من احتياجهم إليه في المسجد. الناس يحتاجون منه أن يروه عندما يظمأ أحدهم ولا يجد ماء باردا يشربه. الناس تحتاج عندما يمرض أحدهم ولا يجد عيادة نظيفة تعالجه. يحتاج عندما يريد شيئا لابنه أو لزوجته ولا يجد. مصطلح الدعوة التنموية، ربط الدعوة بالتنمية، من أهم الأمور التي يعني نتمنى أن تزيد وأن تستمر. البعد، وهذا حقيقة واضح ولكن ننادي بالمزيد، البعد عن الابتزاز الدعوي. ما ينفع أنه يقدم القرآن بيد والتنمية بيد، وإنما يكون العمل خالصا مجردا لله، لأنه إحنا في النهاية إخوة في الإنسانية. أنا لما أذهب إلى تلك الدول التي الناس فيها بعيدين عن الإسلام، أنا لا أنظر إليهم باعتبار أعراقهم ولا باعتبار أديانهم، لكني أنظر إليهم باعتبار المشترك الإنساني اللي بيننا. هؤلاء إخوة في الإنسانية، وأنا لما أعطيه أمر ما أنتظر ولا أشترط أنه تسلم حتى أكمل معك أو كذا. من أهم التوصيات استمرار متابعة العمل الدعوي، أنه العمل الدعوي ما ينتهي بسفر الداعية، وهذه جهود ومتابعة. وأنا هنا الحقيقة تشرفت بعدة زيارات لمقام الأزهر الشريف، جهود عظيمة تقوم بها هذه المؤسسة العلمية العظيمة، جهود عظيمة هائلة. ومن أهم الأمور التي يعني حقيقة أنا أتمنى أن يستشعر احتياج الناس لهذا الدين. أنا من خبرتي يا سادة، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يملك إجابة منطقية لكل سؤال. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يملك إجابة منطقية لكل سؤال. أغلق عينيك واتبعني ليست قاعدة إسلامية. أغلق عينيك واتبعني ليست قاعدة إسلامية. الإسلام يقول قل هاتوا برهانكم وإنا أو إياكم. هذا هو الإسلام. فبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا له من، أو هذه ما أذكر ما الذي قال، لكن يقال دائما يا له من دين لو كان له رجال، وهذا الدين له رجال عظماء أمثالكم وأمثال كثير ممن يتصدون لهذا العمل. أنا إن سمحت لي يعني قبل أن أختم، أذكر كنا مرة في إحدى الرحلات الدعوية، فذهبنا في كان مكان بعيد نائي جدا جدا جدا، فدخل الأخ اللي معي على البنت تبيع في سوبر ماركت، فأول ما كلمها عن الإسلام أقل من دقيقتين قال أنا مسلم وأريد، لسه يبغى يتكلم، فأول ما قال أنا مسلم صرخت أوه ماي جاد أنت مسلم. فالرجل خاف قال إيش فيه؟ فقالت أنا منذ أكثر من 3 سنوات أو قرابة 2 وأنا أعلم أن الإسلام هو الدين الحق، لكني أبحث عن داعية يعلمني كيف أعتنقه. هؤلاء مسلمين اللي معك؟ قال نعم. قالت قل لهم لو نشروا دينهم لتغير وجه العالم. هذه الكلمة أنا سمعتها في 2012 في أدغال مدغشقر ولا زلت أذكرها الآن. أبلغهم لو نشروا دينهم لتغيروا. نشروه بالفهم الصحيح وبالأسلوب الصحيح الجيد، لكن هناك داعين للإسلام الآن داعين بأسلوب غير لائق للإسلام وبعيد كل البعد عن الإسلام. نعم. تفضل دكتور. يعني من كلامك الدعوة ليست مجرد أذهب لشخص وأمره بالصلاة. صحيح. تمام كده؟ طبعا. والدعوة بمفهوم أوسع كما قلت الدعوة التنموية أن تصلح حياة. صحيح. إخوانك بالإنسانية قبل الدين. طبعا. تمام؟ طبعا. من هذا الكلام أنا يعني نبت في ذهني الآن تساؤل. نحن عندنا في الجامعة كلية خاصة بالدراسات الإفريقية. زرتهم صحيح. أيوة. زرتهم وتواصلت معهم. نعم. ورأيت ما أثلج صدري
كنت سأقترح عليك أن تذهب وأن نيسر لك لقاء مع العميد. زرتهم وجلست معهم وعملهم عظيم ورائع. خلاص تمام. يا سلام. شكرا. طيب يا دكتور محمد، إعلان النتيجة. دقيقتين بس بعد طيب، ما يعني؟ بس قبل ما تجلس وقبل ما ننهي النتيجه، انت كنت قلت لي في بعض الهدايا البسيطه للدكاتره، فيا ريت تجيبها قبل ما ناخد القرار. طيب الفين قبل القرار. والهدايا وإحنا لا. لا ربنا يبارك لك. ما تنسوناش يا دكتور، برضه احنا برضه موجودين يعني. ابشر. رئيس تعليم الكبار في التلفزيون المصري يا ومدير أهلا التعليم وسهلا. التلفزيون اهلا المصري وسهلا بالجميع. ربنا يخليك. وبطل افريقيا. نريد أن نفتح لها قناة في جامعة القاهرة، قناة اتصال يعني. الله يحبنا وكرامه. يعني بالعكس شيء الجامعة عندها إمكانيات ويتوفر منح دراسية مثلا. نعم. أنا أقصد قناة تواصل. وأنا عارف طبعا إن هو ما شاء الله عنده قنوات. عندك قنوات خاصه لا، نحن الآن بصدد إنشاء منصة بإذن الله نعم. تقوم بهذا الجهد على أعلى مستوى، بأن منصة يعني على مستوى العالم بإذن الله عز وجل. اهلا وسهلا. خير الله يسلمك. نتشرف مع التأسف للعدم والنظر. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك؟ الله يسلمك. تفضل دكتور محمد. انت بتدينا ده، احنا بدايه الملاحظات. الله يكرمك، هذه أحتاجها كثيرا يا سيدي. ألف مبروك مقدما. وانا عارف ان ده يا دكتور، نعم. مدى سعادتك واحنا شايفين لجنة التحكيم كلها حاسة بارتياح لشغلك، وحاسة فعلا ان انت بتقدم جرعة دينية. لا يعني جيبهم خلينا نعطي الدكتور هنا، اعطيني كم واحده بالله من فضلك. بتقدم جرعة دينية للناس، ساعدت في انتشار الدين الإسلامي في كل مكان، ولقينا المدام برضو ماسكة